صباح الفل والورد والياسمين. امبارح اخونا صبحي، طبعا اخونا صبحي ده راجل، بص يعني انا بالنسبه لي صبحي ده ابو عبد الله راجل ابن حلال، متربي في بيئه حلال، اهله مأكلينه من مال حلال، عشان كده انسان محترم ما بيطلعش من بقه العيبه. على سبيل العدد لا على سبيل الحصر، زيه محمد عباس، شرحه المعلم هاني بندق. الناس دي اهلهم مأكلينهم حلال، ما ينفعش يطلعوا من بقهم كلمه فيها اساءه لحد. لو قدم النصيحه بيقدمها بادب وذوق واخلاق، ليه؟ لانه متربي واهله مأكلينه حلال. هي دي الناس اللي تحط على الدماغ من فوق. بيقول امبارح ايه؟ بيقول لو انا عندي مشكله في التيش غاطس مش عارف اطلعه، لو عندي مشكله النهارده مثلا مبلط، هبقى ان المبلط مثلا مربى، انت رحت تشطب شغلانه زي كده مثلا فيها مشكله، هبقى ان المبلط ربى ولقيت التيش بتاعك غاطس جوه الحيطه، وكان بالمصادفه ان سامي جد الله هو اللي مؤسس ورابط لك الصاموله. ما انا بجيبها فيا اهو، تمام؟ هتعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ اكسر بقى عشان التيش؟ لا طبعا. في حاجه اسمها صاموله محمله زي ما انت شايف كده، صاموله محمله. شوف محمله ازاي؟ محمله. فيها بقى كام سنه الصاموله دي؟ بص كده عندك كام سنه؟ عد. المسافه دي كلها. قرب كده يا كريم يا حبيبي، الله يصلح حالنا وحالك. كده كام سنه اهو، عشان يبقى بتكلم بس بالمقاس. بص كده، عشان عندي في مدرسه سامي جد الله حل المشاكل اولى من الهروب منها. انا عندي بص قد ايه؟ بص المسافه يعتبر من اول هنا لغايه هنا، المسافه دي كلها ما يقرب من حوالي 25 سنه. حلو كده؟ طيب الصندوق الدفن هنا، الصندوق الدفن فيه كام سنه؟ هم سنتين يا عم، خليهم ثلاثه. هنا بنتكلم في قد ايه؟ هنا بنتكلم في حوالي 25 سنه. يعني انت عندك نص الصاموله دي ونص الصاموله دي، تمام؟ شايلين التيش اللي هو قطعته انت فرضا، هب انك قطعت التيش عشان تغير القعده، هب انك انت قطعت التيش خلاص، هتعمل ايه؟ هتفرغ هنا كده تفريغ بسيط وتربط نص الصاموله جوه الحيطه والنص التاني بره الحيطه، وتجيب تيش جديد وتربطه في نص الصاموله اللي بره الحيطه، وتقرط عليه براحتك وتعمل الطلقه بتاعتك بره واخده راحتها. شوف ازاي يعني. تقولش المسافه يا عم سام مش هتكفي، لا هتكفي. بص كده، نص الصاموله جوه الحيطه هيبقى نصها بره الحيطه، ولسه عندك كل المسافه دي، عشان احنا واخدين لقطه اصلا على التيش بتاعنا. واخدين لقطه فين؟ على التيش بتاعنا اهو. شايف اللقطه فين؟ اهي اللقطه اهي، شايف اهي، مع اول المسمار بالظبط. بالظبط المسمار اهو، مسمار اهو مع اول وش الحيطه بالظبط. فاهم ازاي؟ طبعا الكلام ده كله بيتزيت. فين الزيت؟ الزيت اهو، زيت موتور جديد، كله بيتزيت، الشغل كله بيتزيت. والشحم افضل، والشحم افضل، وليه الخروف افضل، والفوزلين افضل، ما علينا. يبقى انا بحل المشكله بايه؟ عندي قاعده بدل ما اكسرها زي الخواجه اللي مسك مطرقه يكسر القاعده، احنا مش كده خالص. احنا بنعمل ايه؟ بدخل سبعيه منشار واقطع. خلاص؟ شلت القاعده سليمه خلاص، بعمل ايه؟ بفرغ على التيش واربط دي جوه نصها ودي بره نصها. خلص الموضوع. كده انا بعمل ايه؟ انا عايزك تتعلم تحل المشكله، مش تتفادى المشكله، لا. انا عايزك تتعلم تحلها، عشان لما يحصل مشكله تعرف تحلها ازاي. مش لما يحصل ازمه تقف تبلم مش عارف تعمل ايه. خلاص؟ ادي حل المشكله يا جماعه. صبحوا لي على المعلم هاني بندق والمعلم صبحي ابو عبد الله والمعلم محمد عباس. نهاركم ابيض. سلام. مين اللي